بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وقوة إيمان. قصة النهاردة اسمها أغرب قصة حقيقية من صعيد مصر. ده اسم القصة؟ بصراحة معرفتش أحط لها عنوان لأنها غريبة جدا جدا، وحصلت في أقصى صعيد مصر، يعني في آخر مكان في الصعيد، فهو ده اسمها أغرب قصة حقيقية من صعيد مصر. قبل ما نبدأ، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا عشان نعرف إيه هي القصة الغريبة لازم نتابع الفيديو للنهاية، وما ننساش اللايك. حبايب قلبي، عيلتي الكبيرة الجميلة، بحبكم جدا جدا جدا. القصة أبطالها بنتين، البنتين دول توأم، بينهم 10 دقايق في الولادة، 5 دقايق، أقل من 10 كمان. البنتين دول اسمهم شيرين وشيماء. شيرين وشيماء كان بيفرقهم عن بعض حسنة. حسنة دي كانت عند شيرين، فاللي كان بيعرفهم بالحسنة. شيرين اللي فيها حسنة، وشيماء اللي ما فيهاش حسنة. تمام؟ تمام. البنتين دول باباهم كان متزمت جدا، شديد جدا جدا جدا، أقصى صعيد مصر بقى، يعني آخر بلاد المسلمين. المهم، الراجل من وهم في رابعة ابتدائي لبسهم الحجاب. رابعة ابتدائي وما كانش في البيت لا تلفزيون ولا راديو، مفيش الكلام ده. وكان كل حاجة، لا الدين بيقول كذا، الشرع بيقول كذا، وأحيانا حاجات ما كانش بيقولها الدين ولا الشرع كان بيعملها برضه ويخليهم يعملوها. زي إيه؟ هتعرفوا وإحنا بنحكي القصة. المهم من وهو في رابعة ابتدائي هما الاتنين خلاهم لبسوا الايه الطرح الحجاب. مرت الايام و... وماشيين مع بعض وبيتعلموا لحد ما خدوا الاعدادية. اول ما خدوا الاعدادية باباهم قال لهم بس كده كفاية. يعني ايه؟ يعني مفيش تعليم تاني خلاص. ليه يا بابا؟ من غير ليه؟ انا كده كده هجوزكم. البنت ملهاش غير بيت جوزها، تعليم ايه تاني؟ كفاية كده، تعرفوا تقروا وتكتبوا كده حلو قوي. وقعدهم فعلا من المدرسة وخلاهم لبسوا النقاب. تالتة إعدادي حاولت شيرين كانت دايما تقول لها إيه، أنا الكبيرة، أنا نزلت قبليكي ب5 دقايق، أنا الكبيرة. شيرين دي اللي عندها الحسنة. فالمهم قالت لابويا إيه، يا بابا الخمار مش فرض، ده الخمار فضل مش فرض، يعني مش بالضرورة نلبسه، لا هتلبسوه. وطبعا مهما اتكلمت مفيش فايدة، مادام باباها أمر يبقى هيحصل. اللي يقوله بيتعمل من غير نقاش، حتى لو حاولوا يتناقشوا ما بيسمعش الكلام. المهم تالتة إعدادي لبسوا النقاب. جم في العيد الكبير رايحين إيه يصلوا صلاة العيد، بابا هما الاتنين وباباهم ومامتهم. وهم بيصلوا صلاة العيد وخارجين، بعد ما خرجوا ماشيين قابلوا شيخ كده من القرية، راجل معروف برضو وباباها عارفه، وهو ومراته وولاده الاتنين. الشيخ ده هو ومراته وولاده 2، ولاده دول شباب. الشباب دول اسمهم صالح وصلاح. وقف الأب يتكلم مع الأب والأم تتكلم مع الأم، والبنتين واقفين جنب أمهم والولدين واقفين جنب أبوهم. وهم عمالين يتكلموا، مامة الولدين بتقول لمامة شيرين وشيماء البنات كبروا قوي ما شاء الله، بس ليه لبستوهم النقاب بدري كده؟ قالت لها ابوهم بقى، ما انت عارفه، مادام قمر يبقى لازم تتعمل، محدش بيناقشه. قالت لها ما هو زي عم الشيخ عندي برضو اللي بيقولوا محدش بيناقشه. هم بلد ديا في الصعيد كلهم كده، ليهم عاداتهم وتقاليدهم وحاجاتهم اللي بيعملوها، كل البلد ما فيهاش نقاش، كل البلد ماشية بيها. المهم فقعدوا يرغوا شوية، ومامة صالح وصلاح تقول لي ايه لمامة شيرين وشيماء البنات كبروا وبقوا زي العسل وبسم الله ما شاء الله ومعرفش ايه. الظاهر دخلوا دماغ مامة ايه صالح وصلاح.
والأب برضه خد باله من البنات، أبو الولاد خد باله من البنات، وفعلا لما روحوا بقى راح بابا صالح وصلاح لسه بيتكلم مع مراته وبيقول لها ايه ده بنات، ده البنات كبروا قوي، بناتهم كبروا قوي وبقوا زي العسل. ده بيقول الحاج وده بيقول الشيخ، يعني بابا الولاد الشيخ وبابا البنات الحاج. تمام كده؟ تمام. فرح الشيخ لما روح بيقول ايه لمراته، ده بنات الحاج كبروا قوي، بسم الله ما شاء الله، ده بقوا عرايس زي العسل. قالت له بس يبقى انت قريت اللي في دماغي. قال لها ايه؟ قالت له ابدا، بنتين اخوات نجوزهم لاولادنا الاتنين. ايه رايك؟ ايه رايك؟ قعدوا يتكلموا فاتفقوا فعلا وقالوا ايه حلو قوي، متربيين وكويسين وعارفينهم وعارفين اصلهم ولابسين حجابهم وزي العسل، بس كده، وابوهم محافظ عليهم تمام. المهم اتفقوا، وراح الشيخ ما كدبش خبر، راح للحاج البيت، استأذنه طبعا وراح له البيت. سلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا عم الشيخ؟ قال له عامل ايه؟ قال له اهلا، ازيك يا عم الحاج عامل ايه؟ زيارة سعيدة ومش عارف ايه ونورتنا. وبعد السلامات والطيبات راح الشيخ قال للحاج ايه، انا طالب ايد بناتك الاتنين لولادي الاتنين. قال له ونعم النسب، ده انا اجيبهم لك لحد البيت. تمام تمام، من غير ما يسأل البنات بقى ولا اي حاجة، هو شايف انه صح يبقى صح. فاتفقوا خلاص خلاص، قال له خلاص بكرة ان شاء الله هجيب صالح وصلاح عشان يشوفوه الرؤية الشرعية. خلاص تمام. مشي عم الشيخ، راح الحاج ناده لمين؟ لشيرين وشيماء، تعالوا يا بنات. راحوا جايين وامهم قاعدة جنب ابوه. جم في الصالة. ايوه يا بابا. قال لهم ليكوا عندي خبر حلو. خير؟ جالكوا عريسين. مين؟ صالح وصلاح ولاد عم الشيخ. كان هما بقى وهم قاعدين بيتكلموا الشيخ والحاج، كانت شيرين واقفة جنب الباب تسمع، دي كانت هوايتها المفضلة. فشيماء بتقول لها ما تقفيش جنب الباب تصنطي العادة السيئة بتاعتك دي، أمك لو شافتك هتيجي تطين عيشتك. فقالت لها ما فيش لا راديو ولا تلفزيون، يعني ما عملش حاجة خالص، وبعدين اصبري دول بيتكلموا علينا. قالت لها بيتكلموا علينا؟ قالت لها الظاهر عم الشيخ جاي يطلبنا لولاده. لما استنطت سمعت الكلام، فراحت قالت لها ايه، ها يا شيماء لو ابوك سألنا هنعمل ايه؟ قالت لها هنوافق طبعا، خلينا نمشي من البيت ده ونروح بيت فيه تلفزيون وفيه راديو، ده انا هخليه كمان يجيب لي موبايل من اللي بيخش على النت. طبعا هي دي كل احلامها، عايزه تمشي من البيت عشان ما فيهوش لا راديو ولا تلفزيون ولا معاها موبايل. ما ده برضو كان من الممنوعات، ابوهم مانع عنهم، ما فيش حاجه اسمها موبايلات. المهم طبعا لما نده لهم بعد ما الشيخ مشي، ولكوا عندي خبر حلو، والشيخ جاي يطلبكم لمين؟ لولاده الاتنين. موافقين؟ انا وافقت. موافقين؟ راحت شيرين ام حسنه الاكبر من اختها بخمس سبع دقايق دي، قالت له يا بابا موافقين، على طول من غير تردد. راح شيماء وانت يا شيماء؟ ايوه يا بابا موافقه. طيب خلاص، هما جايين بكره عشان الرؤيه الشرعيه، لما يجوا هندهلكوا، هتقلعوا انا لما اقول لكم طبعا هقول لكم اقلعوا الخمار، النقاب قصدي، هتقلعوا النقاب 3 دقايق مش اكتر، وبعدها هتخشوا اوضتكم، وخلاص على كده. هي دي الرؤية الشرعية يا عم الحاج؟ هي دي الرؤية الشرعية. ده الرؤية الشرعية في الدين 3 مرات، يشوفوا بعض 3 مرات ويقعدوا يتكلموا مع بعض عشان يعرفوا بعض. لا، في هذه القرية أو هذا الجزء من الصعيد اللي في مصر مفيش الكلام ده، الرؤية الشرعية اللي عندهم 3 دقايق مش 3 مرات. المهم تاني يوم فعلا راح عم الشيخ ومعاه صالح وصلاح. المهم فراح نادي لمين بعد ما قعدوا، لا إله إلا الله، بعد ما قعدوا راح عم الحاج نادي لبناته الاتنين شيرين وشيماء، وجم وهم جوه بقى قبل ما ابوهم ينده لهم، شيرين بتقول لها ايه، انا عايزه صالح، انا حاسه ان صالح احسن،
قالت لها يا بنتي واحنا لحقنا نشوفهم؟ ايوه، لما كنا واقفين واحنا بنتكلم وهي ماما ومامته بيتكلموا وبابا وبابايا بيتكلموا، انا حسيت ان صالح وشه بشوش كده احسن من صلاح. انا عايزه صالح. قالت لها يا بنتي واحنا، انت مجنونه؟ هو احنا اللي هنختار ولا احنا لينا راي اصلا؟ يعني لو ابوكي قال لك لا مش صالح صلاح، يا شيرين انت صلاح هتقولي لا انا عايزه صالح؟ راحت ساكته كده وقالت لها لا طبعا. قالت لها طب خلاص امال بتقولي ايه؟ لسه بيكملوا كلام وراح ابوهم نده لهم. اول ما نده لهم راحوا وقفوا طبعا ما قعدوش. يعني ابوهم نده لهم خرجوا وقفوا، بس مش اكتر من كده. اتفضلوا مي. فوقفوا مستنيين يشوفوا ابوهم هيقول لهم ايه. راح قال لهم ايه؟ بصوا يا بنات، يا شيرين انتي خطيبك اهو صلاح، وانت يا شيماء خطيبك اهو صالح. فطبعا شيرين اتغاظت لان هي كانت عايزه صالح، وراح كل واحده ايه وقفت جنب اللي قال لها اسمه. قال لها انت هنا وانت هنا. راحوا واقفين. قال لهم ايه؟ اقلعوا بقى الخمار، النقاب، اقلعوا بقى النقاب. راحوا شايلين النقاب كده من على وشهم، والخمار طبعا ملبوس زي ما هو. وراحوا ايه؟ العرسان بصوا لهم هما الاتنين 3 دقايق بالظبط، وراح ابوهم قال لهم ايه؟ يلا خلاص يا بنات خشوا اوضتكم. هي دي الرؤيه الشرعيه. ولا اتكلموا ولا سمعوا صوتهم ولا اي حاجه. بعد ما دخلوا، شيرين بقى زمزقت وقالت لها مش انا قلت انا عايزه صالح؟ لا ماليش دعوه، انا هخرج اقول لبابا انا عايزه صالح مش صلاح. قالت لها والله لو تقدري اخرجي. خلاص انت ادهوني. قالت لها يا بنتي انت مجنونه؟ هو انا بايدي حاجه؟ انت بتتكلمي كده زي ما يكون احنا بمزاجنا. انت جرالك جرى في عقلك حاجه يعني؟ قالت لها لا ما جراش، وانا ما اقدرش اخرج اقول كده. خلاص، صلاح صلاح بقى، امري لله. ان شاء الله يطلع كويس، بس هخليه يجيب لي تلفزيون في كل اوضه من الاوض، حتى في المطبخ هيحط لي تلفزيون، وياك ما يوافقش. قالت لها وهخليه يجيب لي موبايل تمام من اللي بيدخل على النت. وقاعده تشرط وتتكلم ويحلموا اللي هيجرى، لحد ما جه الليل وناموا هما الاتنين مش عارفين يناموا من الفرحة إن هما هيسيبوا البيت ويروحوا بيت تاني ويبقى عندهم تلفزيون وراديو واحتمال موبايل. فعمالة كل شوية شيرين تقول لها إيه؟ بس أنا كنت عايزة صالح. تقول لها معلش 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 إن شاء الله يطلع كويس. ونايمين هما الاتنين فرحانين إن هما هيمشوا من بيت أبوهم والتزمتات اللي فيه. طلع الصبح، راح ابوهم قال لهم ايه؟ خلاص يا بنات كده تمام؟ اه يا بابا تمام. طيب هما اسبوعين اتنين تكونوا جهزتوا حاجتكم، اللي ناقصها حاجه تقول لمامتها عشان هما اسبوعين وهنكتب الكتاب والدخله. اسبوعين؟ اسبوعين وما شافوش بعض ولا اتكلموا مع بعض؟ اسبوعين وهيكتبوا الكتاب والدخله. حاضر يا بابا. مفيش نقاش. فعلا مروا الاسبوعين، كان كل واحدة فيهم جهزت شنطة هدومها، وهم نظامهم كده هناك، هي شنطة هدومها وكفاية وتروح بيت جوزها. بعد ما روحوا بقى، اللي هو صالح وصلاح، البنات بقى بيقولوا ايه؟ يا ترى هم كمان فرحانين زينا؟ يا ترى فرحانين زينا ولا مالهم؟ ولا تفتكري عاملين ايه دلوقتي؟ بيكلموا بعض بقى. ننقل بقى على صالح وصلاح. صلاح بقى بيقول لصالح ايه؟ بقى ده كلام؟ 3 دقايق؟ هو في رؤية شرعية كده؟ ولا سمعت صوتها ولا اتكلمت معاها ولا قعدنا سوا؟ هو الدين ما بيقولش كده. ابويا وابوها على فكرة اللي بيعملوه ده غلط. راح قال له يا عم ده انا لو بشتري قميص ولا بنطلون ولا بدلة كنت هقعد اتفرج عليه اكتر من كده واختاره اكتر من كده، بقى ده ينفع؟ راح صالح قال له ايه؟ قال له يا عم في ايه؟ انت زي ما يكون انت مش قاعد هنا في البلد اصلا. انت ناسي مش ابوك وابوها بس، ما هي كل شباب البلد وبنات البلد بتتجوز بالطريقة دي. هو انت فاكر نفسك في القاهرة ولا في اسكندرية ولا في اي حتة تانية هتقعد معاها وتتكلموا وتتخطبوا وتعملوا؟ الكلام ده ما بيحصلش هنا. يا ابني انت في اخر بلاد المسلمين.
ايه بتتكلم ولا اكنك من هنا اصلا. المهم راح ايه، قعدوا يتكلموا كده ومش عاجبه. قال له يا عم انا عجباني عروستي، المهم انها جميله وحلوه، خلاص مش ضروري اسمع صوتها، ابقى اسمع صوتها بعدين. وخلاص سلموا امرهم لله، وخلصت الايه، وخلص الكلام على كده. بعد كده ايه اللي حصل بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شيماء بقى، شيرين وشيماء بقى هما الاتنين بيجهزوا حاجتهم عشان بعد الاسبوعين يتجوزوا. عدوا الاسبوعين وجهزوا كل واحده شنطه هدومها زي ما قلنا، وراحت الام وخالاتهم شافوا الشقق وجهزوها وفرشوها وودوا لهم الهدوم بتاعتهم وايه، وخلصت الليله. طب امال شيرين وشيماء مش هيروحوا يفرشوا شققهم زي ما بيحصل؟ لا لا لا، ما عندهمش الكلام ده. هي البنت بتروح شقتها بعد ما تتجوز ليله الدخله، بس كده. ليله الزفاف بتروح شقتها، قبل كده لا بتروح ولا بتشوفها. امال مين اللي بيفرش؟ الام وحبايبها. وخلاص على كده. حصل الفرح. والفرح عندهم في البلد بتاعتهم عبارة عن إن البنات لوحدهم والشباب لوحدهم. فالعرسان الاتنين بيحتفلوا مع الشباب زمايلهم، والبنتين بيحتفلوا مع البنات أصحابهم. خلصت الليلة، راحت الأم، أم الشباب طبعا اللي هم صالح وصلاح، خدت شيرين وشيماء وطلعت بيهم فوق عند إيه الشقتين بتوعهم. راحت مدخلة كل واحدة في شقتها، وقالت لها انت خشي هنا وانت خشي هنا، كل واحدة فيكم تخش شقتها تستنى عريسها لما يجي. راحت كل واحدة داخلة الشقة بتاعتها، دي دخلت هنا ودي دخلت هنا، زي ما العريس قالت لهم بالظبط. شيرين قاعدة و... وصلاح مستنية بقى ايه لما يجي. فجه، فبعد ما دخل لقاها قاعدة على الكرسي زي ما هي. قال لها انت لسه قاعدة؟ ما قمتيش غيرتي ليه عشان نتعشى؟ من غير ما ترد راحت قايمة عند الدولاب عشان تاخد غيار وتغير عشان يقعدوا يتعشوا زي ما قال لها جوزها. ما هو يقول لها تقول امين على طول زي ما كان بيعمل ابوها معاها. بس طبعا هنا هيبقى الوضع ايه يعني فيه ليونة شوية. فقامت تغير، لقت الهدوم بتاعت اختها مش بتاعتها. يعني شيرين بتبص لقيتها هدوم شيماء مش بتاعتها. قالت هي ماما اتلخبطت وحطت الهدوم بتاعت شيماء عندي، يبقى اكيد ودت هدومي عند ايه، عند شيماء. خلاص انا البس اي حاجه من هدومها دلوقتي وبعدين نبقى نبدل الهدوم. راحت لابسه اي حاجه، وقعدوا اتعشوا وناموا، وقضوا ليله الزفاف بتاعتهم وناموا. واختها نفس القصه، قضوا ليله الزفاف بتاعتهم وناموا. تاني يوم ام العريس طلعت تنادي عليهم، يلا يا بنات يلا يا شباب عشان نفطر. برضه هناك ام العريس بتحضر الفطار وبينزلوا يفطروا كلهم سوا. فقعد ام العريس والشيخ ابو الشباب، وقاعدين هما الاربعه ومعاهم الام والاب وقاعدين بيفطروا. وهم قاعدين بيفطروا لاحظوا ان الام والاب بينادوا للولاد، صالح يقولوا له يا صلاح وصلاح يقولوا له يا صالح. فالبنات استغربوا هو في ايه، فبصوا لبعض كده وقالت لها انت مش ملاحظه ان هما بينادوا لصالح يقولوا له يا صلاح وبينادوا لصلاح يقولوا له يا صالح؟ قالت لها اه ملاحظه مش فاهمه في ايه. فبعد ما فطروا كانت ايه، ام البنات قايله لام الشباب ان هي هتيجي عشان تصبح على ولادها، لازم تروح يوم الصباحيه تطمن عليهم في كل حاجه بقى. ففعلا جت الام والاب، ام شيرين وشيماء وابوها. اول ما جم كانت طبعا حماتهم قالت لهم ايه، اطلعوا بقى فوق في شققكم وضبوا نفسكم عشان تستقبلوا مامتكم وباباكم. اول ما جه الام والاب راحت مامة العريس قالت لهم اتفضلوا، وراحت مطلعاهم ايه الاول عند شيرين. شيرين اللي هي متجوزه مين، صلاح المفروض، واللي كانت عايزه صالح اللي عندها الحسنه. فاول ما باباها ومامتها طلعوا راحت مامتها بتقول لها ايه، انت قاعده في شقه اختك ليه، هو ده وقت برضه تجيلها شقتها؟ قالت لها انا في شقتي. قالت لها ازاي؟ قالت لها انا في شقتي واختي في شقتها.
راح ابوها بص كده وقال يا دي المصيبة، والام قالت يا دي المصيبة، مصيبة كبيرة. فطبعا شيرين مش فاهمة حاجة. شوية ولقيت مين؟ صلاح جاي. راح الام والاب اول ما شافوا صلاح، ده جوزك؟ اه. يا دي المصيبة. يا وعمالين هما الاتنين يقولوا يا دي المصيبة، والبنات والشباب مش فاهمين حاجة. راحت الام قالت لشيرين ايه؟ روحي نادي اختك وجوزها. راحت ندهت لهم جم. راحت بصيت لهم كده، يا دي المصيبة. لا اله الا الله، هي فين المصيبة يا جدعان؟ راحت واخدة البنتين، الام خدت البنتين ودخلت اوضة، قالت لهم ايه اللي حصل امبارح. فالبنات بقى مستغربين السؤال، يعني ايه يا ماما ايه اللي حصل امبارح؟ وده سؤال برضو. قالت لها يعني اتجوزتوا؟ راحوا بصوا في الارض كده وقالوا لها اه هما الاتنين. يا دي المصيبة. قالت لا يا ماما انت عمالة يا دي المصيبة يا دي المصيبة، فين المصيبة بس؟ ايه المصيبة في كده يعني؟ امال لو كنا قلنا لك لا كنت قلتي ايه؟ تزغرطتي؟ فراحت ساكتة وايه، وخرجت لقت الاب راخر بيقول بره للشباب يا دي المصيبة. فايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى؟ مش فاهمين. راحوا واخدينهم كلهم ونازلين تحت عند الشيخ ومراته اللي هي حماهم وحماتهم. وراح ايه عم الحاج ابو البنات راح قايل القصه. ايه القصه بقى؟ ان كده كل واحد اتجوز مرات التاني. يعني ايه؟ يعني العرايس اتبدلوا، يعني الهدوم كانت محطوطه صح. العرايس هم اللي دخلوا الشقق غلط. عروسه صلاح دخلت عند صالح، وعروسه صالح دخلت عند مين؟ عند صلاح. يعني شيرين بنت المحظوظه اتجوزت صالح اللي كانت عايزاه، بس في القسيمه مكتوب من جوزها صلاح. يا خبر اسود. وشيماء اتجوزت صالح اللي مكتوب في القسيمة، قصدي اتجوزت صلاح اللي مكتوب في القسيمة صالح. يعني لخبطة الأسماء بقى، كل واحد فيهم اتجوز مرات التاني. مكتوب في القسيمة اسم، واتجوز بالفعل الاسم التاني. يا حلاوة. راحت شيماء وشيرين بصوا لبعض كده وقالت لها انا كده فهمت، عشان كده بيقول لي صباحية مباركة يا شيرين، والتاني بيقول لي التانية صباحية مباركة يا شيماء، وعكسين الاسامي. بدل ما يقول لها يا شيماء بيقول لها يا شيرين، والتاني بدل ما يقول لها يا شيرين بيقول لها ايه؟ شيماء. فهموا الكلام، فعرفوا ان هما في مصيبة كبرى. راحوا البنات يا عيني حاطين ايديهم على خدهم وقعدوا عاملين كده. والشيخ والحاج بصوا لبعض، دي مصيبة كبيرة هنحلها ازاي؟ راح الشيخ ابو صالح وصلاح اتصل باتنين من الشيوخ الموجودين في البلد، اللي يعتبروا ايه يعني عتاولة في الدين زي ما بيقولوا. سألهم عن رأيهم. لما سألهم عن رأيهم، واحد قال له ايه كده الجوازة فاشلة وبايظة ولازم تتفركش. واحد قال له ايه لا ما تتفركش ليها حل. فطبعا تضاربت الآراء. فراح الأب قال إيه لا كده ما ينفعش، إحنا لازم نسأل في إيه في دار الإفتاء بتاعة الأزهر. راح ما كدبوش خبر. العرسان الاتنين خدوا الأبهات الاتنين وراحوا هما الأربعة دار الإفتاء هنا في القاهرة. راحوا الأزهر الشريف وقابلوا شيخ من دار الإفتاء، دار الإفتاء المصرية. قعدوا مع الشيخ وحكوا له القصة. قال لهم بسيطة. بسيطة ازاي؟ قال لهم بصوا، دلوقتي كل واحد فيكم متمسك باللي هو اتجوزها؟ اه. رد صالح قال له اه، ورد صلاح قال له اه. قال له طيب لو البنات هم كمان متمسكين بيكوا، كل واحدة متمسكة باللي اتجوزها، يبقى الموضوع موضوع ورق، ما فيهاش أي مشكلة. بجد؟ قال له اه بجد. طب تعملوا ايه؟ ولا حاجة. يجي المأذون اللي كتب يطلقكوا على الورق، يعمل لكم طلاق، وبعد كده يجوزكوا بالأسامي الصح. طب والعدة؟ قال لهم مفيش عدة، لأن هو ما اتجوزهاش أصلا، اللي اسمها مكتوب ما اتجوزهاش أصلا، فمفيش عدة. راحوا رايحين مروحين جري، راحوا سائلين البنات الاتنين انت يا شيرين مقتنعة بصالح اللي هي كانت عايزة تتجوزه بقى، مقتنعة بصالح وموافقة على انك تبقي مراته؟ اه مقتنعة جدا. وانت يا شيماء مقتنعة بصلاح وموافقة جدا تبقي مراته؟ اه مقتنعة جدا.
خلاص كده، خلاص كده، تمام. راحوا جايبين المأذون مطلقهم على الورق ومجوزهم تاني بالأسامي الصح، وعاشوا سعداء وزي الفل، وبقت ذكرى. لكن بعد الموضوع ده ما حصل، البلد كلها غيرت عادة الرؤية اللي 3 دقايق و5 دقايق، وبقوا يمشوا الرؤية الشرعية. العريس يقعد مع عروسته 3 مرات زي ما الشرع قال، ويتكلموا ويحكوا ويعرفوا بعض كويس جدا. مش بقول لكم ما عرفتش احط لها عنوان؟ يعني يا ريت اللي يعرف يحط لها عنوان يقترح عليا. عشان كده قلت لكم اغرب قصة حقيقية من صعيد مصر. ما عرفتش اعمل عنوان. اقول ايه؟ بدلوا العرايس؟ طب بدلوا الشنط، بدلوا الموبايلات، لكن بدلوا العرايس يعني كبيرة قوي. بس هنقول ايه بقى؟ صعيد مصر وبيطلع منه حاجات كتير، كلها يعني بتدل على حاجات وبتغير حاجات، بتغير عادات وتقاليد وبتغير حاجات. يعني اتمنى القصة تكون عجبتكم، خفيفة وظريفة. ما ننساش اللايك والاشتراك في القناة. الناس اللي بتتفرج ولسه مش مشتركة برضو لسه كتير، وحبايب قلبي المشتركين اللي بيتابعوني وبيحطوا لي لايك وبيكتبوا تعليقات وبيدعوا لي فيها، يا رب يسعدكم ويكبر خواطركم جميعا، ويا رب لكم بالمثل كل الدعوات الجميلة اللي بتدعوها لي. حبايبي توحشوني جدا جدا جدا، واستنوني في قصة جديدة. سلام.